الاول. ادي اللعبه، وادي يوسف اوباما ولا احمد علي. احمد علي هو اللي دخل كويس قوي في وسط اللعيبه، وياخد ركله جزاء احمد علي عشان يكون هو اللي بيغير الواقع الهجومي لنادي الزمالك، سواء بالجون اللي سجله او ركله الجزاء اللي بيتسبب فيها. ركله جزاء هنشوف دومينيك دي سيلفا هو اللي هيلعب في اخر دقيقه من احداث الشوط الاول. الابيض يحصل على ركله جزاء. دومينيك دي سيلفا اللي مسجل في الدوري 3 اجوان ومسجل في البطوله الافريقيه في حوار مع مهدي سليمان. دومينيك ومهدي، جول جول جول، 2 لنادي الزمالك. باقل مجهود الزمالك بيتقدم بجونين. اللي يشوف النتيجه ويشوف مجريات الشوط الاول، بقول باقل مجهود نادي الزمالك بيسجل جونين في مرمى المحله. اول هدف كان لاحمد علي، وادي الهدف الثاني من ركله جزاء دومينيك دي سيلفا اللي رايح ليه احمد حسام ميدو وجهازه الفني بعد ما سجل هدفه في كاس مصر الاول هذا الموسم. شفنا الكابتن مدحت عبد الهادي في اول ظهور ليه مع الجهاز الفني عاملها جامده، رغم ان مهدي سليمان رايح معاها. انما كل ما الكوره تبقى جامده تبقى صعبه على حارس المرمى، حتى لو رايح كده زي اللعبه اللي فاتت مهدي سليمان. انما جونين لنادي الزمالك عن طريق احمد علي.